اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وفي صحة جيدة يا رب. اليوم جيتكم بهذا الطبق من اروع ما يكون بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان الكريم. ان شاء الله يتعاد علينا وعليكم بالصحة والستر يا ربي، وتكونوا كامل مهنيين وبأتم الصحة يا رب. وهنا يا حبوباتي بلا ما نطول عليكم نبداو مباشرة في طريقة التحضير. هنايا جبت قيس نص حبة بصلة تكون مقطعة رقيقة، درتها تتقلى هي والدجاج تاعي. الاطراف اللي عندي يعني على حسب عدد افراد العائلة، خلوهم يتقلاو غاية. مور ما تقلاو لي غاية زدت عليهم قيس نصف ملعقة كبيرة طماطم مصبرة، زدت خليتها تتقلى غاية هي تاني، وضفت عليها قيس حبة طماطم مرابية وخليتهم كامل يتقلاو غاية. مور ما يتقلاو لي غاية وياخدوا لي القوام المطلوب، نجي هنا مباشرة ندير التوابل تاوعي. نبدا هنايا عندي كركم قيس ملعقة صغيرة، زائد ملعقة صغيرة حرور، زائد ملعقة صغيرة او نصف ملعقة قرفة على حسب الذوق يعني، وربع ملعقة كمون، ونخليهم يتقلاو غاية هما تاني ويعطوا بنة مليحة للدجاج تاعي. وهنا بغيت نرحب بالاخوات المشتركات الجدد، مرحبا بكم كامل في قناتي، والله شرفتوني، منورة بوجودكم. وانتي يا الوردة يلي مازال ما درتيليش ابوني، ديري ابوني، مرحبا بك في القناة تاعي. وهنايا نرجعو للطاجين تاعنا. هنايا مور ما تقلالي غاية درت عليه الحميصة وزدت عليه الماء سخون، يعني مرقت بالماء سخون. هنايا من يقرب على طيابه زيدي له شوية تاع قزبر وشوية تاع معدنوس والملح بطبيعة الحال. وهنايا عندي بصلة مقطعة رقيقة، معدنوس مقطع رقيق، كفتة تاع الدجاج، ثوم مربي قيس 3 فصوص ولا 2 فصوص على حسب الذوق، بطاطا منجرة ومخوية من الداخل. نجو هنايا نديرو البصلة تتقلى مع 3 مغارف الزيت، ولا من تتقلى لي غاية نزيد عليها الكفتة، نزيد هي تاني نقليها غاية مع البصل والزيت. من يتقلاو لي نزيد عليهم التوابل تاوعي. هنايا درت ملعقة قرفة، ملعقة كركم، زائد نصف ملعقة حرور، بالإضافة إلى الثوم والمعدنوس. من بعد جيت وزدت لهم نصف ملعقة كبيرة طماطم مصبرة، نخليها هي تاني تتقلى غاية وتطلق القوت تاعها. مور ما تتقلى لي وطيب لي الكفتة وتاخد لي البنة المطلوبة، نضيف لها الملح ونطفي عليها، ونجي هنايا ندير فرماج رابي وفرماج بورسيون. وهنايا كنت قليت البطاطا كيما راها على زيت عادية يعني تطيب لك غاية، ونجوز مباشرة نحشيها. كانت بردت لي الكفتة وجدت والبطاطا هي تاني كانت بردت، ما ديريهمش سخونين يعني هكذا باش تجيك الخدمة مقية وشابة. هذه للأمان فقط، ما تكوني حامية، وتاني باش ما تتحلكش البطاطا. هنا حبيت نقول لكم خياتي جربوا هذه الوصفة، بنينة بنينة قد ما نحكي لك عليها كلمة بنينة ما غاديش نوفيها الحق تاعها، راح تعجبك يعني لو كان تجربيها. وتاني تحمر لك وجهك، تنجمي تحطيها للضيوف تاعك تاني تحمر لك وجهك، تزيني بها تاني طابلة تاع رمضان تجيك ما شاء الله يعني. وهنايا بعد ما بردت لي البطاطا والكبسة كذلك جيت مباشرة نعمر فيها بهذه الطريقة، نعمرها غاية يعني باش تجي عامرة وبنينة. وهنايا مور ما كملت الحبات تاوعي عندي حبة بيض ما فيها والو، حبة بيض فقط، نفوتها فيها ونزيد نفوتها في لاشابلير او الخبز المطحون. بهذه الطريقة راح تجيك حمرة وتشهي يعني، ما تزيدها في البنة تاعها. كملي بنفس الطريقة حتى تكملي كامل الحبات تاوعك. وهنايا هاوليك الطبق تاعي، طريقة التقديم تاعو يعني يجي فخم بزاف وشباب،
يعني ما راحش كامل تندمي عليه، جربيه وميم طون يوجد ليه كاع ما يشدلكش يدك. ويا خواتاتي وحد البنة جربوه وراح تدعولي بإذن الله. وهنايا ما بقى لي غير نقولكم تهلاو في روحتكم، دمتم في رعاية الله، وإلى الملتقى في فيديو آخر بإذن الله.